انت خلاص انفصلت؟ احنا بعد عن بعض بقالنا شهر ونص، ويعني ماشيين في ورق الانفصال. يعني مش ممكن الموضوع يرجع خلاص؟ الله اعلم يا احمد، اللي نصيب حاجه هيشوف. طب ممكن تتجوز تاني؟ لا، جواز تاني لا والله، ما كلام، وحياة بنت ما كلام، جواز تاني لا. ولا مصريه ولا ايطاليه ولا حاجه، ما عدتش بصدق حد يعني. كام رحت 3 مرات كده، فالواحد يعني انت مثلا تقول لك ما اقدرش اعيش من غيرك وبتاع، فعادي كده كل واحد بيشوف حاله. لا انا مش عاوز اتجوز يعني بقى، فانا عندي بنتي ربنا يخليها لي كده، انا تمام. يعني نفسكش كده تخوي جاسمين تجيب لها اخ؟ لا والله، عندك عيل تصدق تاني؟ اكتر حاجه يعني مثلا في الزمن ده بتدي البني ادم ممكن يكون ابنك. ليه؟ لان انت بتعمل كل حاجه بحرص. يعني انا دلوقتي بعيد عن جاسم، الواحد بيبقى قلقان خايف عليها، فانا مش لاقي خوف ولا توتر. ماشي، بس الواحد بيبقى عايز برضه سند، عايز ليه ظهر، السند عايز واحد يشيل ربنا، اسمه. السند ربنا والله، السند ربنا، والحمد لله. يعني انا عندي بنت زي العسل، بس السند في الدنيا ده ربنا. مش بس الولد سند عن البنت؟ بيتهيألك ساعات ممكن يطلع ولد عاص يعني يزعلك، فهو كل واحد كل شيء اسمه نصيب، اللي نصيب حاجه هيشوفها. بس انا يعني انا ما بينهم وما بين نفسي كفايه لحد كده بقى، انا بقيت 31 عام كده تمام يعني. شفت اتجوزت الحمد لله، مش عاوز اتجوز تاني. شلت فكره الجواز من دماغك خالص؟ والله مش عارف.